الاحساس بتاع انك كل يوم الصبح تصحي بتاخدي نية انك تغيري حاجة في حياتك، وبعد ما اليوم ده يخلص وبيجي بالليل ترجعي بقى بتدخلي تنامي بس تاني يوم تنسي كل ده. عارفة الاحساس ده؟ انا اقول لك بقى ايه السبب. انا كنت بقول لنفسي بصراحة السنين اللي فاتت دي كلها ان انا كسولة وان انا متقلبة المزاج، وبقول ان انا مش قادرة اكمل اي حاجة للاخر، وده حقيقي. بس ما كانش السبب بتاع الكسل، ما كانش السبب بتاع انا متقلبة المزاج، كان سبب تاني مهم قوي. بس الفكرة اني ما كنتش انا اللي بقرر ما كملش، مش انا اللي كنت بقرر ارجع للبداية كل مرة. في حاجة جوايا كده هي اللي بتجبرني ان انا ارجع تاني لنقطة الصفر او للبداية، لحد ما اكتشفت ان المشكلة مش فيا، هي جهازك العصبي. طبعا انا شخصيا كان عندي ظروف بتفرض عليا الضغط المستمر، الارهاق، الحاجات دي، وما كانتش بايدي ان انا اوقفها حتى لحد دلوقتي. بس في وقت من الاوقات حسيت ان انا بلف في نفس الدايره وما بتنتهيش، بحاول اتغير وبرجع تاني للبدايه، وما كنتش فاهمه ليه بصراحه، لحد ما بدات اتعلم عن الجهاز العصبي. قررت كده اجيب كتاب اعاده برمجه جهازك العصبي. كل مره حسيت بيها بألم، بخطر، بخذلان، باي حاجه كانت بتتحفظ في جسمك، وبرغم انك طبعا ممكن تكون نسيت الذكرى ديت بس هي ستيل متخزنه. ازاي بقى؟ ازاي بيحصل ده؟ جسمنا يا جماعه عنده جهاز كده انذار او تحذير اسمه اميجدالا. الاميجدالا دي جزء صغنون كده في الدماغ، وظيفتها كلها ان هي تحمينا. فلما تمر بموقف صعب او مؤلم وانت صغير، زي مثلا حد بيزعق لك او بيزعق عامه، تحس انت حد زعق في الشارع، حد زعق في البيت، اي حاجه، الاميجدالا دي بتحفظ الاحساس ده في جسمك. يعني هو ممكن يكون ما زعقلكش انت ولا زعق في حاجه، هو بس صوته عالي بس كده ثانيه، الاميجدالا دي تحس ان هي في خطر، تعمل جهاز الانذار وتقوم متخزنه في جسمك. فهي مش بتحفظ الذكرى بالظبط، هي بتحفظ الاحساس اللي انت